تقول صاحبتها، قالت لها تبين زوج يحبك بجنون؟ قالت ايوه. قال واذا زعلتي راضيك ب1,000,000؟ قالت ايوه. وينه هذا؟ قال واذا غبتي يقول لك وحشتيني يا فتون، واذا شافك يقول يخرب بيت العيون، وهي تقول ايوه ايوه. وين هذا؟ ولعابه يصير. قالت رددي يا ليل مطولك، رددي يا ليل مطولك. مشكلة بعض الأزواج حقيقة يا جماعة إنه لما يجيب كوسة وحبحب وكلوريكس وكذا ويصلح المكنسة الكهربائية يظن إنه خلاص ما عاد مطلوب منه أكثر من هذا. أخي الزوج كل الأمور هذه أفعال، فأين الأقوال؟ الفعل والقول هما جناحا السعادة الزوجية، والطائر لا يطير إلا بالجناحين معا. يجي الزوج يلقى البيت نظيف والأولاد نظاف والأكل جاهز، طب كل هذا أخذ منها وقت وجهد. يلا حط الغداء، تحط الغداء، تجلس أنت تاكل ولا كلمة، وزوجتك تشحد الإشادة منك كأنها تتسول تبغى من كلمة إشادة. الأكل طعم؟ إيوه. عسى ملح موزون؟ كويس. والله أخبرك تحب المحشي اليوم، ضبطت لك كذا من الساعة 10 وأنا في المطبخ. شكرا. سبحان الله، الزوجة تبغى من كلمة طيبة، لكن الزوج ما عندك أحد. وين الكلمة الطيبة؟ أكيد الزوجات الحين قاعدين يهزون رؤوسهم يقولون إيه والله إنك صادق. تخيل أنت لو أنك جبت مقاضي، قضيت فاكهة وكذا وجبت ودخلتها بيتك، قلت لزوجتك والله إن اليوم ما شاء الله جبت فاكهة طيبة وكذا وتعبت والله من الظهر ولا هذا وأنا في السوق. قالت طيب حطيتها في المطبخ ولا حطيتها برا عند الباب؟ انتبه ترى تحطها برا ذحين تخرب. طيب جبت تفاح أحمر ولا تفاح أصفر؟ أنا أخبرك، أنا قلت لك أنا أبغى تفاح أصفر، ليش ما جبت تفاح أحمر؟ سبحان الله العظيم، وين الكلمة الطيبة؟ مشكلتنا عند كثير من الأزواج ما في كلمة طيبة. أيضا الإطراء على أناقة الزوجة، إذا دخلت لقيت زوجتك لابسة ومتأنقة وكذا، ما شاء الله ما شاء الله بسم الله عليك، إيش الجمال هذا، وش الأناقة هذه، إيش كذا، ثم تضع يدك على رأسها وتقول أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا سلام، ما أروع هذا الأسلوب، كلمة طيبة. أيضا يندرج تحتها التدليل. التدليل، دلل زوجتك. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل زوجته ويقول يا عائش. الله أكبر، يا عائش، أسلوب ترخيم بحذف التاء في آخر كلمة عائشة. يقول يا عائش. ساعات مو مثلا واحد يسمع الكلام هذا ويتأثر، زوجته مثلا اسمها فايزة بيدلعها يقول لها يا فايز، ما يصير. هذا أسلوب كان مستخدم في ذاك الوقت، أما الآن لا، دللها. وأنت أيضا دللي يا أختي، يعني حمودي فهودي أي شيء، ترى مثل هالأمور تساعد. وأنا حقيقة يعني أعذر بعض الأخوات، والله صراحة عندنا بعض البدوان والله سميهم ما تساعد، بس عاد يعني حاولي مثلا أنت دللي جزء من الاسم، يعني اقسم الاسم نصين ودلل الجزء الأول منه يمشي الحال. التدليل يا جماعة، التدليل أمر مفتقد عند بعض الأزواج. اختار لزوجتك لقب، الغالية، الملكة، وأنت أيضا الملك، الغالي، سيد الناس. هذا أمر مهم جدا، وعند كثير من الناس في تقصير، ترى الكلمة الطيبة مفقودة. أيضا المدح أمام أسرتها، تمدحها أمام أسرتها ترى له أثر عظيم. يعني أعطيكم مثال، مثلا أنت جالس أنت وزوجتك وعندك مثلا أم زوجتك، قل والله الله يجزاك خير، والله على هالطيبة اللي أنا تزوجتها، بنتك هذه على هالأدب وهالأخلاق، الله يجزاكم خير، والله إنها مسعدتني. له أثر هائل في نفس الزوجة. جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. ترى الكلمة الطيبة يا جماعة والكلمة البطالة مخرجها واحد، فلذلك احرص على الكلمة الطيبة، احرص على الكلمة الطيبة. أكثر كلمة ترى تحبها المرأة كلمة أحبك، وبعض النساء والله لها سنين ما سمعتها، جفاف عاطفي، مصيبة. روح المرأة يا جماعة مثل الصحراء، والكلمة الطيبة كلمة أحبك أنا أعتبرها مثل المطر لهذه الصحراء. أيضا الشكر، تشكر زوجتك. أعرف شخص يقول والله متزوج لي 40 سنة والله ما شكرت زوجتي، أعوذ بالله. يقول هذا واجب عليها، أنا ليش أشكرها؟ روى ابن حبان في صحيحه وأبو داود في المسند وغيرهم من حديث أبي هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا